تعالى اقول لك، لو عندك مخاوف كبيرة قوي، ازاي نستغلها استغلال كويس ونحولها بدل ما هي مخاوف وعاملة توتر طول الوقت وخوف وقلق كده. تعال نحولها لصالحك ونستغلها ونحولها كمان لأهداف. اول حاجة ابدأ شوف ايه اكبر مخاوف عندك مقابلاك وحطها بالنسبة لك، بس هنعكسها بقى. انا خايف من الفشل، خايف ان انا ما اترقاش في شغلي، خايف ان انا ما الاقيش وظيفة مناسبة ليا. وابدأ حط ان ده هدف ليا، ان انا عايز وظيفة محترمة مناسبة ليا ومهاراتي وقدراتي، او عايز انجح واوصل لكلية معينة. يبقى ده بالنسبة لي الهدف، وازاي اقدر اوصل له واعمل له خطة. خايف افشل في علاقتي الزوجية، ان انا ما اكونش زوج صالح لمراتي او ما اكونش زوجة صالحة لزوجي. يبقى اعمل ايه عشان احافظ على البيت ده؟ هبدا احط خطه ان انا دلوقتي عايز اوصل للعلاقه دي. يبقى انا بالنسبه لي هدف ان بيتي يكون بيت صالح، وربي ولادي تربيه كويسه، تكون علاقتي كويسه مع مراتي. فابدا حط خطه واشتغل ان ده هدف بالنسبه لك. وبدل ما خوفك اللي عامله لك قلق وعامله لك وقفه كده، لا، هتبدا تشتغل انها دي خطه بالنسبه لك عشان توصل لاهدافك.